سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل حكاية لها بطل في الماضي وليها مراية في واقعنا النهاردة. احنا مش جايين نحكي تاريخ، احنا جايين نشوف نفسنا فيهم. واهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الصحابة. انا شخص عادي، ما عنديش موهبة مبهرة، مش قائد ولا رجل اعمال، انا ماليش تأثير حقيقي. كتير منا بيقيس قيمته بالمنصب او بالشهرة او بعدد الفولورز. بس ايه رأيكم في رجل ما كانش غني ولا قائد جيش ولا خطيب مسقط، لكنه حمل للأمة كلها نوراً لا ينطفئ؟ لو فتحت هتلاقيه، لو سمعت خطبة جمعة هتسمع اسمه. رجل دخل الإسلام متأخر بس سبق الكل بالتركيز. تعالوا نشوف مراية الصحابي اللي ملأ الدنيا علماً، بس بعد الفاصل. أبو هريرة 4 سنوات فقط صنعت خلودا للأبد. من صدق مع الله صدقه الله. أبو هريرة ذاكرة الأمة التي لا تشيخ. كان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، بسيط لدرجة أنه اتشهر بقطة اللي هي الهرة كان بيحملها، فيما معناه كنت أحملها في كمي فكاناني النبي صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة أسلم سنة 7 هجريا، يعني مشي مع النبي 4 سنين بس. تخيل تبدأ كورس أو تدخل شريك وفي آخر 4 سنين تبدأ أنت أشطر واحد فيها. إزاي عمل كده؟ ضريبة التميز والجوع. أبو هريرة ما كانش بيدور على سوق ولا تجارة، كان بيقول فيما معناه كان إخواني من المهاجرين يشغلهم السفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني. كان بيجوع لدرجة إنه يربط حجر على بطنه من الألم، بس مش عايز يفوته حديث واحد من اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هبقى حافظ هذه الأمة. المشهد الثاني اللي هي الدعوة المستجابة. اشتكى للنبي إنه بينسى، فالنبي قال له فيما معناه: ابسط ثوبك، يعني بسط جلبابه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قاله: ضمه إليك. من بعد اللحظة دي أبو هريرة بقى بشري، ما سمعش حاجة إلا وحفظها. بقى هو الجسر اللي وصل لنا 5374 حديث نبوي. من غير أبو هريرة كان في كنوز كتير من السنة هتضيع. أبو هريرة في 2026 بيقول لكل واحد محبط أو حاسس بالضياع: أنت مش عادي طالما عندك رسالة. مش لازم تكون مانيجر أو ترند علشان تبقى مؤثر. أبو هريرة أثبت إن خدمة العلم أو نقل النور للناس ممكن يخليك أعظم عند ربنا من مليارات الأغنياء. الإتقان هو السر. أبو هريرة ما زحمش خالد بن الوليد في القيادة ولا زحم عثمان بن عفان في التجارة، هو اختار سكة واحدة بس بقى رقم 1 فيها. انت كمان مش مهم تبقى كل حاجة، المهم تبقى شيء واحد بإتقان. قلة السنين لا تعني قلة الأثر. 4 سنين بس خلت اسمه يتردد 1400 سنة. العبرة مش بعيشنا كم سنة، العبرة حطينا كم سنة في العمل الحقيقي. في 2026 ممكن بوست واحد صادق أو فكرة تغير حياة الناس تكون هي صداقتك الجارية. البحث عن البركة. أبو هريرة كان بيبحث عن البركة في صحبة النبي. أنت كمان دور عن البركة في صحبة القرآن وعمل الخير. ربنا هيفتح لك مساحات تعوض أي نقص فيك. أبو هريرة رضي الله عنه ما كانش مشهور بالفلوس ولا بالمنصب، لكنه حمل للأمة أمانة وأداها بإخلاص. خلد الله اسمه في كل مسجد وفي كل كتاب وحديث. ربما أنت ترى نفسك عاديا، لكن إخلاصك في شيء واحد قد يجعل أثرك يعيش بعدك 100 السنين. سؤالي بقى لكم النهاردة: لو عندك فرصة تتقن شيء واحد بس في حياتك ويكون هو أثرك اللي يبقى بعدك، ممكن يكون إيه؟ تعليم طفل، بر والدين، صنعة بتخدم الناس، أو حتى كلمة طيبة؟ اكتبولي في التعليقات وخلونا نلهم بعض. ودي خلصت حكايتنا النهاردة، بس الأثر لسه هيبدأ معاكم. واستنوني بكرة مع بطل جديد ومعنى جديد، ولأن ببساطة حكايتهم هي حكايتنا. ورمضان كريم.